ماثيو كان حلمه يدخل جامعة جورج تاون، ودي جامعة تقيلة، وبالفعل اتقبل لأنه طالب دافور وممتاز. المنافسة كانت على منحة كبيرة بتتقدم لأكتر طالب عنده التزام أخلاقي وتأثير اجتماعي. ماثيو كان بيجمع تبرعات عشان طالب من شرق آسيا اسمه سام يانج يجي يكمل دراسته في أمريكا، وكان فاتح حساب في البنك باسم المدرسة بفلوس التبرعات دي. في يوم وهو راجع البيت شاف عربية غريبة وجميلة مركونة. دخل لقى أصحاب والده موجودين، وبالليل وهو نازل يرمي الزبالة شاف الأمر نازل من العربية دي. بنت جميلة لدرجة إنه فضل باصص لها لغاية ما لبس في صندوق الزبالة من كتر السرحان. ماثيو طلع أوضته بيحكي لصاحبه عن البنت دي، وفجأة لقاها في الأوضة اللي قصاده بالظبط، وبدأت تغير هدومها قدام الشباك. ماثيو وقف مذهول، وهي لقطته وبصت له، فراح نازل على الأرض من الصدمة. ثواني ولقاها بتخبط على باب بيتهم. خاف تكون هتشتكيه، بس المفاجأة إنها قالت لأهله إنها دانيال أو دان وجارتهم الجديدة، وطلبت إن ماثيو ياخدها في جولة بالعربية يعرفها على الحي. وهم في الجولة دان حبت تجرجره في الكلام وتنتقم منه بشكل ظريف. وقفت العربية وقالت له زي ما شفتني لازم أشوفك. ماثيو افتكرها بتهزر، بس هي كانت مصممة. وفعلا ماثيو خلع كل هدومه بره العربية، ودان راحت كايرة بالعربية وسابته يجري وراها ملط والناس بتتفرج عليه، قبل ما ترحمه وتركبه معاها تاني. في القعدة دي دان رسمت له صورة على ورقة وقالت له دي فتاة أحلامك، والصورة كانت نسخة من دان نفسها. الود زاد بينهم وبقوا أصحاب، ودان أخدته وراحوا حفلة لواحد اسمه هانتر زعيم الشلة هناك. الكل كان مذهول إزاي ماثيو الخجول معاه بنت بالجمال ده. هانتر حاول يطفش ماثيو عشان يوصل لدان، وبعت صاحبه يطرده من الحفلة. ماثيو كان هيستسلم كالعادة، بس في لحظة تحول قرر يثبت وجوده، واعترف لدان بحبه قدام الكل، ومن هنا بقوا حبيبين رسمي. ماثيو كان في قمة سعادته لغاية ما جاله صاحبه إيلاي وقال له لازم تشوف الفيديو ده. ماثيو بص وشاف فيلم إباحي، وبطلته هي مين؟ دان حبيبته وجارته. ماثيو انهار، ما كانش مصدق، بس الحقيقة كانت واضحة. نظرة ماثيو لدان اتغيرت تماما، بدل ما يشوفها ملاك بقى يتخيلها بشكل وحش. وبنصيحة غبية من صاحبه إيلاي أخدوا فندق في ضواحي المدينة عشان يعمل معاها علاقة بناء على تاريخها. دان بذكائها فهمت هو بيفكر في إيه، ووافقته لغاية ما وصلوا الأوضة، وقالت له مش هو ده اللي انت عايزه؟ تعمل علاقة مع ممثلة إباحية؟ ماثيو سكت وما قدرش يرد، ودان عيطت وقالت له إنها كانت حاسة معاه إنها بنت تانية، وإن حبها كان حقيقي، وما كانتش عايزة تقوله عشان خايفة نظرة الإعجاب اللي في عينيه تتغير، وسابته ومشيت. ماثيو عرف إنه غلطان وقرر يروح يصالحها، بس لقى عندها في البيت واحد شكله غريب اسمه كيلي. كيلي ده طلع منتج الأفلام اللي دان بتشتغل معاه، وكان باين إنه شخص خبيث وواثق في نفسه. ماثيو صمم يدخل عالم دان القديم عشان ما يرجعهاش ليه، وراح معاهم نايت كلاب. بس دان حست إنها بتظلم ماثيو بوجودها في حياته، فقررت تلم هدومها وتسافر مع كيلي على لاس فيغاس. ماثيو ما يسكتش، أخد شلته وسافر وراها، وهناك شافها في معرض للممثلات، وكانت دان بتحاول ترجع للمجال وتقابل منتجين كبار، وواحد منهم كان بينافس كيلي وبيحاول يسرق دان منه. ماثيو راح لدان وسط الناس وقال لها إنه عارف حقيقتها وإنها أحسن من كده بكتير، وساب في إيدها الورقة اللي كانت رسماها في أول خروجة ومشي. الورقة دي خلت دان تفوق لنفسها وتعرف قيمتها الحقيقية في عين ماثيو. دان رجعت لماثيو تاني وراحت معاه المدرسة عشان يحضر خطاب المنحة، بس كيلي المنتج ما يسكتش، دخل الفصل واختطف ماثيو وقال له انت أخدت حبيبتي، لازم تدفع التمن.
وأجبر ماثيو إنه يروح معاه يسرقوا حاجة من بيت رجل أعمال. كيلي فضل يضرب في ماثيو بعصبية، وبعدين هدي واداله حباية دواء عشان الدم، بس الحباية دي طلعت حبوب هلوسة. كيلي بلغ الشرطة في ماثيو عشان يلبسه مصيبة، بس ماثيو هلب ووصل المدرسة وهو مهلوس تماما. ماثيو واقف قدام اللجنة وهو مش في وعيه، رمى الورق اللي مجهزه وبدأ يتكلم بصدق عن دان وعن الحب والحياة. الناس أعجبت بكلامه جدا، بس طبعا اللجنة ما كانش عاجبها فخسر المنحة، بس كسب دان اللي كانت واقفة جنبه. المصيبة الأكبر ظهرت لما ماثيو راح يسحب فلوس التبرعات $25,000 بتاعة الطالب سام يونغ، لقى الحساب صفر. كيلي كان مستغل علاقته بموظفة في البنك وراح سحب الفلوس كلها قبل ماثيو بيوم. كده ماثيو بقى في ورطة قانونية وأخلاقية قدام المدرسة. ماثيو حكى لدان وقرروا يجمعوا $25,000 بأي طريقة. دان جابت 2 أصحابها من مجالها القديم وعملوا خطة إنهم يصوروا فيلم جوه المدرسة يوم الحفلة النهائية عشان يبيعوه ويجمعوا الفلوس. يوم الحفلة ماثيو ودان كانوا في قمة الأناقة وبيرقصوا، وأصحابه كانوا بيصوروا المشاهد في أوضة بعيدة، وفي مشهد كان لازم حد من الطلبة يعمله وماثيو هو اللي هيقوم بيه. بس وهو بيغير هدومه افتكر نظرة دان وحبه ليها، وقرر إنه مش هيخون وفاءه ليها حتى في تمثيل، ورفض يعمل المشهد. الفيلم خلص بس الشريط ضاع. ماثيو رجع البيت لقى كيلي قاعد مع أبوه وأمه ومعاه الشريط. كيلي كان بيراقبه وعايز يفضحه قدام أهله عشان يسيب دان. كيلي عرض عليه ياخد نصيبه من الأرباح مقابل إنه ما يعرضش الفيلم، بس ماثيو بكل شجاعة قال له اعرض الفيلم يا كيلي. كيلي شغل الفيلم قدام أهله وهو شمتان، بس المفاجأة كانت صاعقة. الفيلم ما كانش إباحي، الفيلم كان عبارة عن محتوى تعليمي للثقافة الجنسية عشان توعية الشباب، وده اللي خلى كيلي يظهر كأنه عبيط قدامهم. الفيلم نجح جدا وبقى ترند بين الشباب، وماثيو جمع الفلوس وسددها، وكيلي خسر كل حاجة. وانتهت حكايتنا بأن ماثيو ودان فضلوا مع بعض للأبد، والحب انتصر على أي ماضي أو أي حد حاول يفرق بينهم. ماثيو ما كانش محتاج منحة عشان يثبت إنه ناجح، هو كسب نفسه وكسب حب حياته. لو عجبتكم الحكاية بالأسلوب المصري الرايق ده، ما تنسوش اللايك المتين واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تفتكروا لو كنتوا مكان ماثيو كنتوا هتسامحوا دان؟ مستني رأيكم في الكومنتات. سلام يا جدعان.